السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الفترة اللي فاتت اتحطيت في دوامة وضاع مني وقت طويل، ودخلت في شوية مشاكل عطلتني عن ان انا اعمل محتوى في اي من القناتين بتوعي، وكمان ما بقيتش عارف اكتب مقالات ولا اتابع تطوير الموقع بتاعي. دخلت الصراحة في شوية حاجات ما كنتش متوقعها، لكن استفدت استفادة كويسة. طلعت ببعض الحاجات اللي فعلا لما عملتها وفرت لي وقت في يومي، وخلت كمان تركيزي يزيد. الحاجات دي اقولها لك بالتفصيل وهثبت لك ان شاء الله ان هي فعلا بتضيع وقت. وعايز اقول لك ان كل واحد فينا حياته غير التاني. الحاجات اللي انا اقول لك عليها دي مش شرط ابدا تكون هي الموجودة في حياتك، بس ممكن اديك بعض الافكار اللي تخليك تدور على الحاجة اللي بتضيع لك وقتك في حياتك وتشيلها عشان تقدر ان انت تنتج. خليني اقول لك على اول حاجة، او انا بسميها المصيبة الكبرى: الواتساب. الواتساب لازم يستخدم بالطريقة السليمة عشان ما يقتحمش يومك. ما ينفعش ان انا كل ما اسمع نوتيفيكيشن في الواتساب او اسمع حد بيرن عليا اروح فورا اجري واسيب اللي في ايدي. عايز اقول لك ان انت هتتعود اصلا انك ما تبقاش مركز، لان انت في وسط الشغل بتاعك او في وسط المذاكرة فورا الواتساب بيشدك، واتكلمت عن الموضوع ده في الفيديوهات اللي فاتت ودايما اصلا بجيب سيرته. طيب، في ناس عامله ميوت للجروبات وعامله ميوت لاصدقائهم، ومع ذلك بيخشوا كل شويه يشوفوا ايه اللي بيحصل. يعني مش بس النوتيفيكيشن اللي بتشدك، ده انت اصلا اتعودت واتسيستمت انك كل شويه تدخل تشوف ايه اللي بيحصل، ودي مشكله. حاول انك تحدد وقت للواتساب حتى لو بشكل دوري. عايز مثلا كل 3 ساعات تدخل تشيك، ماشي، بس مش كل دقيقة، او مش يبقى مفتوح جنبك على الشاشة التانية عمال تتفرج على اللي بيحصل وانت شغال. ده جزء من تركيزك رايح للواتساب. اقفل الواتساب وتعالى بعد ساعتين 3 بعد ما تخلص اللي وراك شوف بيحصل ايه. دي بالنسبة ليا اكبر حاجة كانت عاملالي مشاكل. النقطة التانية هي القنوات والمواقع اللي بتقدم حاجات مش هتفيدك في حياتك. كلنا متفقين ان احنا محتاجين في حياتنا حاجة مسلية، فيديو مسلي، مقال مسلي اقعد اقراه، وفيديو اقعد اتفرج عليه عشان يسليني ويضيع وقتي. ده كلام جميل، وانا واحد من الناس اللي كنت بعمل كده. متابع القنوات اللي بتقدم بوب ساينس وتجارب غريبة وحاجات عجيبة وخزعبلات مش هتشوفها في حياتك. مثلا فيديو بيتكلم عن الثقب الاسود وبيحصل ايه جواه، فيديو بيتكلم عن مثلث برمودا ولو نزلت جواه هيحصل ايه، فيديو بيتكلم عن الاريا 51 وفيها مخلوقات فضائية والكلام ده كله، فيديو بيتكلم عن النزول لأعماق سحيقة تحت البحر وتجارب غريبة وعجيبة ومخلوقات أسطورية. كل الكلام ده جميل ومسلي ومفيش فيه أي مشكلة. خليني أحكي لك التجربة بتاعتي، لو عجبتك امشي عليها، ما عجبتكش سكيب النقطة دي خالص وخش على باقي النقط بتاعة الفيديو. كل اللي انا عملته ان انا بدلت الفيديوهات دي ببعض الفيديوهات التانية اللي ممكن تفيدني في حياتي. هنا انا مش بقولك في الكارير بتاعي، بقولك فين في حياتي. يعني انا دلوقتي شغال على بعض الفيديوهات التعليمية بقعد اتفرج عليها واتعلم منها، تمام، ده الكارير بتاعي. عايز بقى فيديوهات مسلية، في فيديوهات مسلية في كل المجالات ومش هتبعدك عن المجالات بتاعتك وهتفيدك في حياتك. مستحيل واحد يجي في يوم من الايام يقول لك انت لو رحت مثلا الثقب الاسود هيحصل ايه. هتقول له اصلا يا باشا انا في ثقب اسود دلوقتي، دي قصة تانية يعني. مش ممكن حد يجي يسألك عن الاريا 51 دي فيها ايه، مش قصة. كل الكلام ده معظمه اصلا خزعبلات ومش بالضرورة يكون اللي انت بتسمعه كلام سليم. لكن ممكن حد يجي في يوم من الايام يسألك على معلومات في التاريخ، معلومات دينية، معلومات في كاريرك. كل الكلام ده وارد جدا. فلما انت مثلا بتتعلم حاجة عن تاريخك، بتتعلم حاجة عن دينك، كل الحاجات دي بتفيدك في حياتك. دينك عشان تعرف ازاي تعيش كويس وتعرف ازاي تقرب من ربنا. تاريخك عشان تعرف تاريخك ايه اللي حصل قبل كده، عشان لما تيجي تتكلم تبقى بتتكلم عن علم وعن وعي، ما تبقاش بتتكلم وانت مش عارف ايه اللي حصل لك قبل كده زمان، مين عمل ايه ومين سوى ايه، ما عندكش اي علم. فعايز اقول لك انه مش معنى ان حد بيشرح لك تاريخ او بيكلمك في الدين او الكلام ده كله انه لازم الفيديوهات تكون مملة ويكون الشخص مكشر والكلام ده كله، مش شرط خالص. في ناس بتحكي قصص دينية وبتعلمك حاجات في الدين بشكل جميل جدا ومبتسمين وبيزودوا معلوماتك، وبتطلع من الفيديو في الاخر تلاقيه فيديو مسلي وظريف جدا. في ناس بتعلمك معلومات عن التاريخ زي قناة تاريخستان مثلا بتاعت عماد ربنا يبارك له، بيعلمك حاجات عن تاريخك وبشكل مسلي ومشوق والكلام ده كله. في بعض الناس عندها قناعة انك لما تروح للعلم او لما حد يوري لك علم مفيد لازم يبقى ممل ولازم يبقى مكشر ولازم يكون بيتخانق معاك ولازم تقعد تتاوب، وده مش صح. في ناس بتتعلم
حاجات من فيديوهاته بتكون عينيها مبرقة ومتشوقين ومستمتعين جدا في الكارير بتاعه، وكمان في الفيديوهات الحياتية مش بس في الفيديوهات التعليمية. التجربة اللي انا جربتها ان انا بس استبدلت الفيديوهات دي اللي هي مسلية وكل حاجة وجميلة بس مش تبع مجالي، استبدلتها بفيديوهات قريبة من مجالي وهتفيدني في حياتي. فيديوهات تعليمية في الكارير بتاعي، فيديوهات تاريخية، فيديوهات دينية، فيديوهات معلومات عامة ممكن تطور تفكيري ومستوى ذكائي والكلام ده كله، بس مش خزعبلات، مش حاجات لا يمكن في يوم من الايام اشوفها. مش هستفيد حاجة خالص لما اعرف معلومات عن مثلث برمودا، معلومات مش هتزود لي حاجة. قبل ما اختم النقطة دي، في مسلسل اجنبي كان في واحد دماغه ذرية بيساعد البوليس، ما شاء الله دماغه وقوة ملاحظته رهيبة. كان معاه المساعد بتاعه عنده مدونة بتكتب او بيكتب مقالات عن علوم الفضاء، فبيسأله انت ما بتقراش المدونة بتاعتي ومتابعها لان هي اصلا مشهورة وكده؟ فقال له انا يعني مش مهتم بالكلام ده لانه مش هيزود لي في الكارير بتاعي، انا بقرأ بس حاجات عن الكارير بتاعي او حاجات هتفيدني في المجال بتاعي اللي هو مجال الاستخبارات والمجال البوليسي والكلام ده كله، اللي هو حل الجرائم يعني مع البوليس. فهو هنا رغم ان انا مش متفق معاه قوي في الكلام ده، وتقدر برضو تكتب لي في التعليقات انت متفق مع الدماغ دي ولا لا عشان اشوف اراء حضراتكم، بس هو الى حد ما كلامه يعتبر سليم بالنسبة لواحد عملي وعايز يكون متقن جدا عمله ومش عايز يشتت مخه مع معلومات تانية. كل اللي طالبه من حضرتك انك تجرب التجربة دي، جرب تستبدل فيديوهات الفن اللي مش هتفيدك في حياتك بفيديوهات فن برضو بس هتفيدك في حياتك. الحاجة التالتة ليها علاقة شوية براحة الضمير، بس قبل ما احكيها لك خليني اقولك على موقف اشوفك هتعمل ايه فيه عشان محدش يظلم حد. حضرتك عندك فرح في العيلة، تمام كده، ربنا يجعل حياتكم كلها افراح. رحت عشان تأجر قاعة بمبلغ معين، والقاعة دي فيها مجموعة من المعازيم. المعازيم دول اللي هم الناس اللي بيجوا طبعا في الفرح، عشان لو انت مش مصري وما عندكش كلمة معازيم دي. وفي عدد معين المفروض متاح ان هو يجي، وجيت حضرتك حاطط قوانين للناس اللي تدخل الفرح ده. انت صاحب الفرح وانت اللي حاطط القوانين. القوانين دي ان الناس تيجي ببدلة وما ينفعش حد اقل من 15 سنة. واضح الكلام؟ واضح. يا عم ايه القوانين الغريبة دي يا عم؟ مش ماليش دعوة، هو اللي حاطط القوانين دي. حضرتك عايز تيجي وتمشي على القوانين هنشيلك فوق راسنا. طب لو حضرتك ما جيتش ومشيت على القوانين وضربت بيها عرض الحائط، هسيبك تكتب لي في التعليقات المفروض تعمل ايه لو انت صاحب الفرح. تمام كده؟ تمام. طيب دلوقتي انا عندي الواتساب بخش اشيك عليه كل 3-4 ساعات او بالليل زي ما قلنا في اول نقطة. بدخل على الواتساب الاقي الرسائل اللي المفروض انا مستنيها، رسائل خاصة بالبزنس، ناس عايزاك في ايفنتات، ناس عايزين مثلا شغل فببعتهم لشركة معينة، او حد عنده استفسار حياة او موت خاص ما ينفعش يبعته على العام، او حد في مشكلة عويصة ما ينفعش يشيرها مع الناس. ومعرفش هو وصل لرقم ازاي لان انا كاتب ان ده بتاع بيزنس بس، وفي مكان الناس تسأل فيه على الفيسبوك والمواقع الخاصة بالسوشيال ميديا التانية. طيب دي الرسائل اللي انا مستنيها، واللي لو عملنا احصائية بسيطة جدا هنلاقي ان الارقام بتاعت او عدد الرسائل دي مش هيعدي 6-7 رسائل في اليوم، لان البيزنس مش مقطع بعضه يعني، ومشاكل الناس الخاصة مش كتير قوي يعني. طب ايه اللي بيحصل يا ترى؟ اللي بيحصل ان انا بدخل بلاقي الرسائل العامة اللي هي حد بيسألك عن مشكلة في كود او حاجة غريبة جدا مش المفروض في الكوكب كله تتسأل على الواتساب، مش مكانها اصلا الواتساب خالص. واتكلمنا عن النقطة دي قبل كده لو انت متابع الفيديوهات اللي فاتت. ده بالظبط اللي حصل، نفس القصة بتاعت الفرح. حضرتك حاطط رولز معينة، بغض النظر يا سيدي ان شاء الله تكون رولز امراض نفسية، صاحب المكان حط الرولز دي، حضرتك مسكت الرولز ضربت بيها عرض الحائط. المفروض هو يعمل ايه؟ خليني اقول لك انا كنت بعمل ايه. انا كنت بسيب الرسالة عشان ضميري بيأنبني ونفسي ارد عليه، نيتي كده نفسي ارد عليه، رغم ان ده غلط واللي بعمله ده غلط، وعمر الوضع ما هيتصلح طول ما انت موافق على الناس اللي بتخترق القوانين. ومع ذلك بقول لك انا كان نفسي ارد عليه وبسيب الرسائل. طيب بعد ما اسيب الرسائل ادخل الاقي كمية رسائل كبيرة فما اعرفش ارد على ولا رسالة، ويوم ما انا اعمل مجهود برد على رسالة او 2 من وسط 20-30 رسالة، وتاني يوم الرسائل تزيد واللي بعده تزيد واللي بعده تزيد. طيب عايز اقول لك ان في مره ببص على رساله لقيت بقالها 3 شهور وكانوا عايزيني في ايفنت، والايفنت عدى من شهر كامل. يعني وقت ان انا الوقت اللي انا فتحت فيه رساله كانت الايفنت من شهر، قبل اليوم ده بشهر.
وراحت الايفنت وكان نفسي احضرها. كل ده ليه؟ عشان حضرتك موافق على ان حد بيخترق القوانين وانت بتدعمه وبرضه عايز تساعده. هتقول لي يا عم ما تساعده، انت خسران ايه يا عم؟ يا عم ما تتنكش. هقول لك خسران الناس التانية، خسران الناس اللي كانت محتاجاني فعلا، خسران الناس اللي كان عايزني في ايفنت، خسران واحد كان عايز شغل كنت هبعته لشركة. عرفت خسران ايه؟ حاول تحط نفسك مكاني. طب انا عملت ايه عشان اوفر وقت؟ خليت الرسالة اللي زي كده تجيلي احذفها فورا، احذفها لان هو ضرب بالقوانين عرض الحائط. تمام كده؟ وفي بعض الناس كنت بنبهه واقول له جايز ما شافش، اقول له ده رقم بتاع بيزنس في مكان معين تسأل فيه، وبقيت اقولها مرة واثنين وعشرة عشان اريح ضميري وبعدين احذف الرسالة. عايز اقول لك ان الموضوع الهايف البسيط ده فرق معايا جدا في حياتي. فرق معايا ان بقيت ادخل بالليل الاقي رسالتين ثلاثة خاصين ببزنس وايفنتات ارد عليهم في 5 دقايق والواتساب يتقفل. شفت الوقت اللي انا كنت بوفره؟ الوقت بقى اللي قبل كده ما كانش 5 دقايق، كان افضل اصالح ودادي واشرح واشد في شعري عشان اقنع الناس، وفي اللي يقتنع وفي اللي لا، وفي اللي يرد عليك بوقاحة جدا، اللي هو انت عايز ايه يا عم؟ انا اول مرة اكلم حد ويعمل معايا كده. عملت معاه ايه؟ بقول له حضرتك بارك الله فيك، الرقم ده خاص بالبزنس، لو عايز تسأل سؤال عام عندك الجروب او الرسائل الخاصة او كذا كذا، مش فاضل بس غير ان انا اوطي على رجلي وابوس. ومع ذلك ده ما بيعجبش بعض الناس. فعايز اقول لك انه انت هنا بتستثمر مجهود في المكان الغلط. المجهود اللي انت عملته ده ممكن تستثمره في مكان تاني، انك تشرح لواحد حاجة في مجاله، حد عنده مشكلة خاصة تناقشه فيها. ال10 دقايق دول كان ممكن يروحوا مكان تاني خالص، وفي نفس الوقت كنت هتاخد ثواب وربنا هيكرمك وواحد هيدعي لك فعلا. فانا اختصرت ده كله باني احذف الرسالة واقول شكرا وضميري مرتاح واطلع. وعلى فكرة نفس الكلام ده حضرتك ممكن تطبقه في حياتك واكيد بتقابله. قول لي رأيك في النقطة دي تحديدا في التعليقات عشان اعرف انت حصل معاك ايه في حياتك واشوف هل التجارب متشابهة ولا لا. النقطة الرابعة، حضرتك اللي هتقول انا عملت ايه. انا مش هقول في الفيديو، انا هحكي لك اللي حصل. هنتنقل من الواتساب للفيسبوك. واحد بعت لي رسالة على الفيسبوك عن مشكلة في كود، رغم ان انا في كل مكان في الكوكب مش في الفيسبوك بس كاتب تكتب المشكلة العامة فين عشان نقدر نراعي يا جماعة ان في رسائل خاصة وناس محتاجاك على الخاص، عندها فعلا مشاكل محتاجة حد يقعد يتكلم معاهم، والمشاكل دي بتروح في الرجلين. تمام؟ تمام. كتب لي مشكلة عامة وهايفة جدا، رحت رديت عليه بكل أدب واحترام، لو سمحت حط المشكلة دي في جروبنا على الفيسبوك، وحطيت له اللينك كمان عشان ما تعبش الراجل في البحث. تمام كده؟ تمام. يومين كده ولقيته باعت لي مشكلة غيرها، قلت جايز الراجل نسي، رحت طالع فوق عند الرسالة بتاعتي وعملت لها ريبلي، قلت له من فضلك يا أخي اقرأ السطر ده اللي هو مكتوب فيه ايه، لو سمحت أي سؤال عام في الجروب بتاعنا عشان نساعدك كلنا. كده الكلام واضح؟ تمام. بعد كام يوم راح مطنش كلامي وراح باعت لي سؤال تالت بعد ده كله. فبقول له هو انا كلامي شفاف؟ يعني اللي انا بكتبه حضرتك مش شايفه؟ فلو مش شايفه قول لي، جايز انت مش فاهم الكلام المكتوب. فيقول لي معلش اصل انا محتاج احل المشكلة دي. دي مش الإجابة، دي مش إجابة سؤالي. فبعد شوية بعد ده كله المفروض يعني إنه 3 مرات أنا كتبت له يروح سائلني سؤال عام تاني، واكتشف إنه بيحذف الرسائل بتاعته، الأسئلة اللي هو سألاني بيحذفها، يعني مش عايز يسيب حتى السؤال في الخاص إنه هو بيسأل، هو مش عايز مبدأ إنه يسأل. فبعد ده كله حضرتك تقول لي المفروض اعمل معاه ايه؟ انا بس كتبت له حضرتك شايفني شفاف؟ يعني انا بكتب لك كلام يا صديقي المفروض تحترمه، صح ولا ايه؟ بس بعد كده بقى اللي حصل حضرتك عارفه، بس المفروض تبقى فاهم ان انا الحمد لله وفرت وقت كتير جدا من الشرح اللي انا بشرحه ده. الشوية اللي انت فضلت تشرحهم دول بروح على رسالة تانية خاصة بتاعت شخص محتاج مساعدة وبرد عليه، والحمد لله راضي عن نفسي جدا ان استغليت الوقت في المكان الصح للناس اللي محتاجاه. النقطة الخامسة هي نقطة التجميع، انك تجمع حاجة حضرتك مش محتاجها ولا هتستخدمها، انا مسميه مرض التجميع. من فترة كنت متابع موقع انفاتو بيديلك ملفات خاصة بالجرافيك والكودينج والكلام ده مجانا كل فترة، فطبعا حضرتك تاخد الملفات دي تنزلها على جهازك عشان عارف ان هي ببلاش وهتستخدمها في يوم من الايام، وللأسف مش هتستخدمها. متابع موقع برايم الخاص بأمازون برايم جيمنج
بيديني العاب كل فتره، كل اسبوع ادخل اشيك العاب ايه اللي نزلت واروح منزلها، فيروح مديني كود ادخل بيه على موقع جود اولد جيمز عشان اعمل ريديم للجيم دي وانزلها، ويروح جود اولد جيمز مصطادني ومديني اوفرز هو كمان عشان اكمل على الموقع، واروح انا ازيد من الشعر بيت وادخل على موقع ستيم واشوف الجيمز المجانيه الشهر ده وانزلها عندي في اللايبراري بتاعتي لكن ما بلعبهاش. عايز اقول لك ان نفس القصه دي مع الناس المشتركه في يوديمي، الموقع بتاع الكورسات، يدخل يلاقي كورسات عليها تخفيض ان هي بقت مثلا بمبلغ صغير او مجانا، يروح مشتريها واخدها مجانا وينزلها في حسابه، وبعد فتره يلاقي عنده كميه كورسات رهيبه، واتحدى لو بيشوف منها كورس او اتنين. كل ده حضرتك ماشي بمبدأ ابو بلاش كتر منه، لكن حضرتك مش هتستخدمه في يوم من الايام. انا مش هلعب الالعاب دي، مش ممكن، انا عندي كمية جيمز مش ممكن العب الالعاب الجديدة دي، يعني انا لو قعدت العب الى ما شاء الله مش هخلص الجيمز اللي عندي والحمد لله. فعايز اقول لك انك بتجمع حاجات ملهاش لازمة، بتضيع وقت المتابعة انك تتابع المواقع دي فيها ايه وتقعد تتصفح، الموضوع مش دقيقة ودقيقتين، انا بفضل اتصفح الموقع والاقي صورة اللعبة واقرا عن اللعبة وافتح اليوتيوب ابص وهكذا، فحضرتك بتاكل وقت وانت مش واخد بالك. كل الكلام ده كله مش هستفيد بيه. عايز اقول لك ان انا كنت مشترك في بلاي ستيشن بلس، اللي هو خدمة البلس اللي سوني عاملاها للناس اللي بتلعب بلاي ستيشن، عشان كل شهر بينزل مجموعة من الالعاب بتنزلها عندك غير الالعاب اللي عندك اصلا على الجهاز وعلى الاسطوانات بتاعتك. عايز اقول لك ان من يوم ما اشتركت في البلاي ستيشن بلس من سنين عمال انزل لعب في المكتبة وانا اساسا عندي لعب مش عارف اخلصها، نفسي احس في يوم اني خلصت لعبة وحذفتها وداخل على الالعاب بتاعت البلس، ما عملتش ده. فمن كتر ما انا اتشتت، من كتر تضييع الوقت، لغيت اشتراك البلس، لغيته لحد ما يمكن في يوم من الايام اخلص الالعاب اللي عندي وابدا اشوف البلس ده منزل ايه، وانا عارف ان ده مش هيحصل. الفكرة اللي عايز اوصلها لك ان كل ده تشتيت، انت بتضيع وقت عشان تتابع اللي بيحصل ودماغك فيها تشتيت، دماغك فيها عمالة تفكر في ايه اللي هينزل الاسبوع ده، خليني اخش اتابع ابص بص على اليوتيوب، كل الكلام ده بيضيع وقت. لما لغيت الكلام ده كله من حياتي وعملت انسبسكرايب من انفاتو وبرايم وجوج والحاجات دي كلها، لقيت الموضوع هادي وقد ايه الميل معيشني في سلام نفسي كده، ومش محتاج اعرف ايه اللي نازل الاسبوع ده ولا يشغلني في اي حاجة. جرب لو عندك حاجة بنفس الطريقة كده وشوف الموضوع هيختلف وهيفرق معاك ولا لا. النقطة رقم 6 هي نقطة لطيفة وهتوفر لك وقت، بس محتاج ان انت تعملها بالطريقة المناسبة ليك. الاول انا كنت بقعد على الفيسبوك انزل بوست وافضل بقى استنى التعليقات وارد على التعليقات وتيجي نوتيفيكيشن محمود رد واحمد رد وسيد رد على احمد ومحمود مسك في سيد، وافضل متابع ده كله، وبعد شوية اروح منزل بوست تانية وتعليقات جديدة وجمعت جديدة على القديم، وحضرتك دوشة فجأة تبص في الساعة بخ اليوم خلص. طيب دلوقتي بعمل ايه عشان اوفر وقت؟ بنزل البوست بتاعتي واستنى دقيقتين 3، لو في خطأ املائي او اي مشكله الاعضاء الكرام بيقولوا لك فورا لو حاجه محتاجه تعديل وبتعدلها وكله تمام والحمد لله الوضع مستقر، اروح داخل على الاعدادات تيرن اوف نوتيفيكيشن للبوست دي، لغيت النوتيفيكيشن، وبعد كده فورا اقفل الفيسبوك، وبعد فتره او في وقت معين احدده بدخل على البوست مفيش نوتيفيكيشن اصلا، وابدا اعمل سكرول اشوف التعليقات، ولو في حد محتاج مساعده برد على التعليق بتاعه. الفرق بين الطريقه دي والطريقه اللي فاتت ان انا هنا بتحكم في السوشيال ميديا، بشوف الوقت اللي انا بدخل فيه مش النوتيفيكيشن اللي تشدني. جرب الموضوع ده هيفرق معاك كتير جدا في حياتك، وهتبدا تلاقي الفيسبوك انت فاتحه عادي بس ما بيشدكش، لانك هتقدر تخش على البوست في وقت معين وتشوف كل اللي فاتك، لكن مش كل حاجه تطلع تشدني ليها وتخليني فورا اسيب اللي في ايدي واتفرج على اللي بيحصل. طبعا يا شباب كل واحد فينا حياته غير التاني، وطبعا الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي ممكن يكون في حاجات انت مريت بيها وحاجات لا، في حاجات انا ما حكيتهاش لانها بنسبة كبيرة ممكن ما تكونش موجودة عند ناس كتير، حاولت اجيب لك الحاجات الشائعة، الفيسبوك الواتساب الحاجات دي كلها. عايز اقول لك يا صديقي ان حتى لو كل الحاجات دي ما بتحصلش في حياتك لازم تلاقي عندك حاجة في حياتك مع الطلاق او حاجات تحديدا. ابعد عن الجهاز وعن البيت واقعد كده في حتة مع نفسك وجيب ورقة وقلم وافضل فكر ايه الحاجات اللي بتعطلك، او ايه الحاجات اللي انت شايف ان هي بتاخد من وقتك، او ايه الحاجات اللي بتعملها وشايف ان هي فعلا ملهاش لازمة ومش هتفيدك بعد كده. اكتب كل حاجة مهما كانت هايفة وابدأ اشتغل عليهم واحدة واحدة، ما تشتغلش عليهم كلهم مع بعض، واحدة واحدة.
امسك الحاجة وجرب ازاي تشيلها من حياتك، ازاي تلغيها من حياتك، واقعد فترة طويلة لحد ما تتأكد ان هي بقت عادة وفعلا لغيتها من حياتك. وبعد كده خش على اللي بعدها على طول لحد ما ربنا يكرمك وتبعد عنك كل الملهيات وكل الحاجات اللي بتشتتك، وتبدأ ان انت ترجع دماغك للتركيز الجامد او التركيز بتاع زمان لما كانت الدماغ رايقة، وتقدر تعمل كل اللي نفسك فيه وتوفر وقت يومك عشان تطور من نفسك وحياتك تتنقل لمستوى تاني. شكرا.